هتكلم معاكم النهارده بشكل مختلف، وهي عباره عن حدوته وقصه لاحد المرضى كانت عامله له مشكله كبيره في شكل اسنانه، وازاي قدرنا الحمد لله ان احنا نتغلب على المشكله دي. في الاول حبيت اسمع من المريض واعرف ايه التفاصيل وايه اللي وصل اسنانه للمرحله دي. هي كانت بنت عندها 13 سنه، بدات انها تتجنب الناس او ان هي تقابل حد خارج اطار اسرتها عشان ما يعلقش على شكل اسنانها. وبرضه سمعت الجمله الشهيره ان هي بتخاف جدا من اطباء الاسنان، وهو ده اللي وصل اسنانها للمرحله دي. مبدئيا كده بعد الكشف والفحص لاسنانها لقيت ان هي بتعاني بشكل كبير من مشاكل في اللثه، وكذلك عندها تسوسات عميقه في الاسنان الاماميه، عامل لها تهدمات في الاسنان لدرجه ان هي كانت ممكن تفقد احد الاسنان الاماميه خصوصا في عمرها الصغير ده. كان لازم الاول ندقق في كل التفاصيل، وكان اكتر حاجه لاحظتها ان هي بتتنفس من الفم بدل ما تتنفس من الانف، وده عامل لها جفاف في الفم، زود فرصه التسوس وخلى التسوس يكبر بشكل سريع عندها. وعشان نبدا خطه العلاج بتاعتنا كان لازم الاول اوجهها لاخصائي الانف واذن عشان نعرف ايه السبب اللي بيخليها تتنفس من الفم بدل ما تتنفس من الانف. تاني حاجه كان لازم بصوره جاده نبدا معاها برفع الصحه الفمويه عن طريق ان هي تهتم وتنتظم جدا على الفرشه والمعجون، وكذلك عملنا لها تنظيف للثه عشان نتغلب على شكل اللثه الملتهب الاحمر ونرجع اللثه لشكلها الوردي الطبيعي. تاني حاجه بدانا في عمل الترميمات وتنظيف للتسوس للاسنان الاماميه، كذلك قمنا بعمل حشو عصب لاحد الاسنان الاماميه، وكان قدامنا تحدي كبير ان احنا نرجع الاسنان لشكلها ولونها الطبيعي من غير ما نضطر ان احنا نعمل لها تركيبات، لان احنا للاسف ما ينفعش نعمل التركيبات في العمر الصغير ده لان هي بتكون لسه الفكين في مرحله النمو. والحمد لله عن طريق الحشوات التجميليه وعن طريق ترميمات الاسنان قدرنا ان احنا نرجعها لضحكتها وتقدر ترجع تضحك وتختلط بالناس بالشكل الطبيعي.